يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الأعزاء عبر الموجة 103.5 وصفحة الفيسبوك بويرة عربي. ضمن فقرتنا الحوارية اليوم معنا على الهاتف السيد أفرام إسحاق الرئيس المشترك لمقاطعة قامشلو. يسعد صباحك سيد أفرام، أهلا وسهلا بك معنا في إذاعة بوير اف ام. يسعد صباحكم وصباح كل مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم. بداية سيد أفرام، حبذا لو تتحدث لنا عن آلية عملكم كمجلس مقاطعة قامشلو فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في مناطق الإدارة الذاتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. طبعا في البداية نحن نتمنى السلامة والأمان لكل شعبنا في منطقة شمال شرق سوريا وفي كل سوريا. نحن مع بداية تفشي هالمرض فيروس كورونا بالدول الإقليمية، نعم. أخذنا أول إجراءات اللي كان أخذناها بشكل سريع هي كانت إغلاق المعابر والتدقيق ووضع نقاط طبية لفحص للحالات الإنسانية اللي عم تفوت من المعابر. بعدين يوم اللي شفنا إنه الحالات عم تتفشى بشكل كبير بالدول الإقليمية اللي حوالينا وحتى وصلت لمناطق الشام، فأخذنا إجراءات أكثر احترازية ووقائية. نعم. هي كانت إلغاء التجمعات، إلغاء الاحتفالات، إلغاء الاجتماعات العامة، وفرض حظر تجوال على كل المدن. نعم. في شمال شرق سوريا. وكمان أخذنا بعض الإجراءات هي تأمين الحياة اليومية، يعني الشعب تأمين أغراضهم اليومية. فكان في استثناء لمحلات السمينة ومحلات الخضرة والصيدليات لحتى يقدروا يأمنوا الشعب باحتياجاته. يعني أعطينا مجال أنه يطلع شخص من البيت لمرة واحدة في اليوم لحتى يأمن الحاجات ويرجع. نعم. سيد أفرام، بدأت الإدارة الذاتية قبل يومين بتوزيع سلال غذائية على العوائل المحتاجة في مقاطعتي قامشلو والحسكة. لو تحدثنا عن عدد العوائل المستهدفة ومدى متابعتكم لعمليات التوزيع. طبعا نحن من خلال هالحظر التجوال اللي فرضناه في عوائل راح تتضرر من هالموضوع هذا. يعني المقصود بهالعوائل هن العوائل كانوا يعتمدوا على معيشتهم اليومية، يعني نعم. يعني يوم بيوم نقول. فنحن قلنا أن نقدر نساعد هالعوائل بتقديم سلة غذائية لهم لحتى نخفف عنهم هالعبء اللي هن في البيت ما عم يقدروا يطلعوا. نعم. طبعا هالخطوات نحن عم ناخذها كإدارة ذاتية مو جديدة. نحن ساعدنا بغير أمور كمان. يوم الفيضانات اللي صارت بالربيع الماضي كمان أخذنا نفس الخطوة. وهلا بفترة فصل الصيف وقت الحرائق كمان ساعدنا الفلاحين بتعويضهم عن المواسم اللي احترقت. فهلا كمان شفنا انه من واجبنا كإدارة ذاتية انه فيها العوائل اللي ضررت لازم نساعدها. طبعا العدد ما مبين. نحن اعتمدنا مع النواحي، مجالس النواحي والكومينات لتسجيل قوائم، وبعدين صار تدقيق على القوائم من قبل لجنة الشؤون لحتى نعرف العوائل اللي فعلا هي متضررة، ما عندها رواتب في البيت، ما عندهم عمل، وهن كان يعتمدوا على العمل اليومي. نعم. ونحن أخذنا القوائم صارت عنا، وهلا بلشنا التوزيع. يعني هلا انتهينا من منطقة الحميس، اليوم كمان هن في تل براك، وإن شاء الله مناطق تانية يوم بيوم رح يكملوا مع مجلس النواحي والكومينات ولجنة الشؤون نتابعوا هالموضوع هذا. نعم. فاصل ونعود مستمعينا. يسعد صباحكم مستمعينا. نعتذر بسبب خطأ في البث المباشر، انقطع لقائنا مع السيد أفرام إسحاق الرئيس المشترك لمقاطعة قامشلو. يسعد صباحك سيد أفرام ونعتذر منك.
يا أهلا وسهلا، ما في أي مشكلة. تحدثت عن السلال المقدمة على العوائل المحتاجة في المقاطعة، مقاطعتي القامشلو والحسكة. برأيك هل هذه المساعدات كافية مع تمديد فترة الحظر؟ طبعا نحن هالموضوع أخذناه بعين الاعتبار. السلات الغذائية يعني هي شيء بسيط نقدمه نحن لشعبنا. نعم. طبعا ما راح تكون كافية أكيد 100%، بس نحن قلنا كمساعدة لحتى نحس إنه نحن كإدارة ذاتية موجودين مع الشعب. طبعا في بعض نعم. الإجراءات اللي أخذناها هي معنوية كمان، مو مهم. بس السلات الغذائية. منا يعني إعفاء المواطنين من دفع فاتورة المياه والكهرباء لشهر حزيران وأيار. نعم. وكمان نحن وقفنا حملات الدفاع الذاتي خلال مهم. 3 أشهر كمان. هذول الأمور معنوية للمواطن، بس السلة الغذائية أكيد نحن ما قدمنا ما راح تكون كافية، بس كمساعدة أولية، هي كخطوة أولية. هاي إن شاء مهم. الله يكون خطوات تانية إذا صار أي تمديد. بس نحن هلا يعني فترة التمديد ل 21 بالشهر. نعم. إذا ما صار أي حالات وما اشتباه إن شاء الله ما يكون تمديد تاني يعني. هل سيكون هناك عمليات توزيع أخرى للمساعدات على الأهالي؟ طبعا نحن من خلال الإحصائية اللي عملوها الكومينات مع مجلس النواحي نعم. طلع عنا قوائم كتيرة، فنحن مهم. قسمنا المتضرر الأكثر في هالدفعة نعم. وتركنا يعني حالته وسط لدفعات تانية مهم. إذا في، لأنه أكيد تكون مساعدات للأيام القادمة. شو المعايير اللي اعتمدتوها بالتوزيع أستاذ أفرام؟ يعني أنا مثل ما حكيت إنه أول شيء العوائل اللي انقطع رزقهم، يعني قطع عملهم من خلال حظر مهم. التجوال اللي كانوا يعتمدوا على الشغل اليومي. نعم. ثاني شيء العوائل الفقيرة يعني اللي مهم. مستواها تحت مستوى الفقر، يعني مثل ما يقول، هدول اعتمدنا عليهم. الوسط بدنا نعيفهم للدفعة الثانية. أيضا هناك شكاوى حول آلية عملية توزيع السلال من قبل بعض الأهالي وعدم حصولهم على أي مساعدة رغم سوء أوضاعهم المعيشية، وهذا يدل على وجود خلل. ما تعليقكم؟ طبعا هالمواضيع هي مواضيع نسبية. يعني الناس ما عم تقدر انه نحن مثلا عم نشتغل على فئات معينة. نعم. طبعا كومينات تبعنا عم توزع بشكل دوري، يعني مهم. كل شهرين عم يتوزع مساعدات للأهالي من نعم. خلال الشيء اللي عم يجي عن طريق المنظمات، عن طريق الإدارة الذاتية. بس مهم. هالدفعة اللي تخص حظر التجوال هي حصرا للعوائل اللي تعطل عملهم وكان يعتمدوا على الشغل اليومي. نعم. يعني هي حصرا لهالطبقة هاي. نعم. أيضا لو تطلعنا على النواحي التابعة لمقاطعة قامشلو وكيفية تسييرها ومتابعتها للمهام الملقاة على عاتقها في ظل هذه الظروف. طبعا مقاطعة قامشلي يتبع لها 10 نواحي. نعم. ونحن مقسمة المقاطعة على منطقتين. منطقة ديريك مهم. اللي يتبع لها 4 نواحي، هن جلاغة، تل كوجر، نعم. الكيلقة وديريك. مهم. منطقة قامشلي يتبع لها كمان 5 نواحي، هن كانوا 6. مهم. نحن من فترة عملنا دمج بناحيتي تبع قامشلي، نعم. صاروا ناحية واحدة بالقامشلي، ما ضل ناحيتين. مهم. فهن ناحية تربسبية، قامشلي، تل حميس، نعم. عامودة وتل براك. هدول نعم. النواحي اللي يتبعوا لمقاطعة قامشلي. مهم. طبعا نحن آلية العمل هي تبدأ من الكومين اللي هو يتبع بالأساس لمجلس البلدات والنواحي. طبعا هون مشان ذكر كمان نحن عندنا 27 بلدة كمان يتبع للمقاطعة. مهم. بعدين التنسيق هو بين النواحي مع المنطقة، والمنطقة التنسيق معنا كمجلس مقاطعة. طبعا نحن بالمقاطعة كمان عندنا 10 لجان. مهم. هال10 لجان هن اللي يتابعوا الشغل الميداني مع النواحي والبلدات والكومينات. مهم. حبذا لو تحدثنا أيضا عن عدد الكومونات التابعة لمقاطعة قامشلو وكيف يتم متابعة عملها من قبلكم، وخاصة هناك بعض الشكاوى من قبل بعض الأهالي حول آلية عملها. طبعا نحن الكومينات تتبع لنا كمقاطعة قامشلو يعني ما يقارب 1200 كومين عندنا. نعم. موزع على كل جغرافية المقاطعة. اللي عم يتابع موضوع نحن لحتى نقدر نسهل طريقة المتابعة. نعم. عملنا
مقرات للكومينجا هنسميها نحن، يعني كل 5 كومينات يكونوا بمقر واحد. نعم. لحتى يسهل للمواطن كمان انه ما يدور على كلهم اذا لزموا اي ورقة لمؤسسات الإدارة الذاتية. طبعا المتابعة هي من قبل الناحية مباشرة لهم، ونحن هون اللجان تبعنا تتبع لأن كمان هن عم يتابعوا موضوع الكومينات. بس النقطة الأساسية لنجاح الكومينات ما بتضل على رئاسة الكومين ولا على الناحية، يعني الكومين هو بالأساس للمواطنين. إذا المواطنين حسوا حالا أنه هن يقدروا يتقبلوا ثقافة الكومين ويشتغلوا، فالكومين ما يلزموا كتير إداريين، لأنه بالأساس المواطن هو بأساس الكومين لازم يتفاعل معه بكل الأمور اللي تلزمه، لحتى هديك الوقت نقدر نقول أنه الكومين صار فعال بالمجتمع تبعنا. نعم، حبذا لو تحدثنا أيضا عن عملية التنسيق بينكم وبين المقاطعات الأخرى. طبعا نحن بإقليم الجزيرة يوجد مقاطعتين. نعم. هي مقاطعة قامشلي وحسكة. نحن بشكل عام تابعين للإدارة العامة الموجودة بعين عيسى. هي هنيك في 7 إدارات تابعين لها. إقليم الجزيرة من هال7 إدارات التابعين لشمال شرق سوريا. نحن بالنسبة لنا كمقاطعات نحن مرتبطين تنظيميا مع إقليم الجزيرة. نعم. كمقاطعة قامشلي ومقاطعة حسكة. التنسيق الكامل هو بيناتنا عن طريق رئاسة مجلس التنفيذي بإقليم الجزيرة. بالنسبة لعمل البلديات، كيف يتم متابعتكم لعملها، وهل هي في المستوى المطلوب فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم؟ طبعا البلديات هن لجنة من لجان التابعين للمقاطعة. نعم. وفي النواحي كمان البلدية لجنة من لجان النواحي، هاي بشكل تنظيمي. نعم. طبعا خلال الفترة الماضية يعني البلديات عملوا بوتيرة العمل الطوعي بدون توقف. يعني هلا بهذا وقت حظر التجوال البلديات كلهم على راس عملهم، ما وقفوا ولا يوم، حتى ايام الجمعة عم يشتغلوا. نعم. وفعلا اشتغلوا شغل جبار. نعم. موضوع تعقيم الشوارع، موضوع تعقيم المؤسسات، تعقيم الاسواق الكبيرة. هلا كمان اشتغلوا بالتعاون مع الزراعة. نعم. لتنظيف الاطراف الطرق العامة والطرق الفرعية، لحتى ما يطلع هذا العشب الزايد اللي عم يطلع على الطريق، لحتى ما يكون حرائق للموسم القادم. فالبلديات عم يشتغلوا هلا بهالمنحى هذا، وكل شيء امور متعلقة هلا بامور الحظر، متابعة المحلات، الخدمة. نحن عندنا كثير مراكز هلا فتحناها ليكون فيها حجر صحي بالاخص للقادمين من مناطق الشام عن طريق المطار. فاتحين حجر صحي كمان لمدة 14 يوم للتأكد من عدم إصابتهم. كل هالأمور البلديات عم يساعدوا مع اللجان الثانية بهالموضوع هذا. نعم. هل لمقاطعة قامشلو أي متابعة لأمور المخيمات أستاذ أفرام؟ طبعا نحن كمقاطعة موضوع المخيمات هو تابع بشكل أساسي لمكتب شؤون اللاجئين. نعم. يعني وفي هيئة شؤون الاجتماعية هي اللي توقف على موضوع المخيمات. فنحن عندنا بالمقاطعة كمان في لجنة شؤون الاجتماعية والشهداء، فهن عم يتابعوا موضوع المخيمات. إذا في أي موضوع يلزم أو أي تدخل عم يتابعوا مع هيئة شؤون العمل الاجتماعية موضوع المخيمات، وبالتعاون مع مكتب شؤون اللاجئين والنازحين. كلمة أخيرة لحضرتكم في نهاية حوارنا. طبعا الكلمة الأخيرة هي نحن نتمنى السلامة لكل شعبنا. نعم. ونحن نتمنى من شعبنا أنه ولو أنه في شوية ضغط وجودا بمنازلهم، بس هاي للضرورات القصوى وضرورات الصحة العامة والصحة الخاصة كمان، أنه لازم يضلوا بالبيوت ولازم يلتزموا بتعليمات الوقاية. نعم. لحتى نقدر نخلي مجتمعنا يسلم من هالفيروس اللي عم يقتل الناس كلها بكل الدول. وطبعا نحن هون لازم ننوه كمان، يعني دول كبيرة بالعالم عم تعاني من ضغط هالفيروس هذا،
فنحن كإدارة ذاتية بإمكاناتنا الموجودة الحمد لله يعني نسبة تطبيق الحظر كمان كان كويس. هون كمان نشكر شعبنا انه التزموا بهالموضوع هذا، ونحن بالاخر يعني كإدارة ذاتية نحن وضعنا الإداري هو لخدمة شعبنا بشكل عام. كل الشكر لكم سيد إفرام أسحاق الرئيس المشترك لمقاطعة قامشلو لانضمامكم لنا لهذا اليوم. الشكر الكبير لكم ولمستمعينا الكرام. شكرا جزيلا. مستمعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهذا اليوم. كان معنا السيد إفرام أسحاق الرئيس المشترك لمقاطعة قامشلو. مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح لهذا اليوم، خليكن معنا.